ممكن وانت معدي تجاوب السؤال ده بسرعه. لو انت ماشي في الشارع ولقيت واحد واقع على الارض والناس بيقولوا ده مريض سكر، هتتصرف ازاي؟ هل ده مريض سكر عالي يعني سكره عالي ولا سكره واطي؟ تعالوا بسرعه نعرف مع بعض هنعمل ايه. يلا بينا. اول حاجه هتبص على جلده ولسانه. لو كان جلده عرقان ولسانه رطب يبقى ده مريض سكر واطي، يعني سكره واطي. ليه؟ لان السكر لما بيوطى بيشتغل حاجه اسمها الادرينرجيك سيمبتومز عن طريق اللي هو سيمباثيك نيرفس سيستم، اللي هو الجهاز العصبي السمبثاوي. ده بيخلي الواحد يعرق وضربات قلبه تزيد، وبيخلي الجلد بيبقى عرقان ولسانه بيبقى رطب. طيب لو انت يعني لقيت عنده جفاف في جلده، لسانه برضه جاف ناشف، يبقى ده سكره عالي. طيب ما عرفتش تفرق بين في موضوع الجلد وموضوع اللسان ده، اتصرف ازاي؟ ومعيش مثلا جهاز سكر عشان اقيس له السكر. طيب اتصرف ازاي في الوقت ده؟ اعمل ايه؟ التصرف الصح في الوقت ده انك تديله سكر. طب افرض طلع سكره عالي مش هيأثر، انما لو اديته انسولين وهو سكره واطي خلاص كده هيموت. النقطة اللي عايز اوضحها لك هنا انك ما ينفعش، يعني ممنوع، اوعى تدي لحد انسولين الا ما تكون عارف سكره عالي ولا لا. يعني ما ينفعش مثلا يكون واحد هبطان شويه واقول لك ده مريض سكر تروح تديله انسولين. لو سكره واطي واديته انسولين هيموت. وبس كده. دعوه حلوه وانت معدي. ولو عجبك الفيديو يا ريت فولو ولايك وشير للفيديو ده عشان غيرك يستفيد.